المسألة الأخيرة التي أريد أن أتدخل فيها هي قضيتنا الوطنية. في الحقيقة أنا أتأسف كثيرا لأنه منذ 1975 وهذا ما ينكرونه علينا، منذ 1975 حينما حصلنا على استقلال قليمنا أصرفنا أكثر من 200 مليار دولار على الاستثمارات التي تمت في هذه المناطق، وأصبحت من المناطق الاستثمارية الكبرى في المغرب، وذلك ليس صدقة منا، بأنه من خلال مسؤوليتنا تجاه شعبنا ومسؤوليتنا تجاه، ولكن أتأسف أن يكون جزء من شعبنا وأشخاص من جنوب الصحراء ما زالوا على شكل رهائن في دولة أخرى ويستغلون لخلق أزمة سياسية وأزمة دولية تمس بالسلم والأمن الدوليين. أنا أتأسف كثيرا ذلك، ثم يتم توظيفها في قضية حقوق الإنسان. من يريد أن يرفع شعار حقوق الإنسان يجب أن يطبق أولا مبادئ حقوق الإنسان على شعبه حينما يتظاهر، واحترام شروط المحاكمة العادلة، واحترام أكبر إمكانيات المالية في النفط، وشعبه جائع يقف مصطفا في المحلات وفي الشوارع من أجل لتر من الزيت. أنا أتأسف ولا يعطينا أحدا دروس، ومن له بيت من زجاج لا يرشق الناس بالحجرة. شكرا لكم سيد الرئيس.